من انه هاي المباراه لا تنسى متابعة الحساب علينا بمباراه فرنسا. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد ما راح تاثر. تعرف قدمنا مباراه جيده يعني الحمد لله والشكر. اخطاء بسيطه وجزئيات بسيطه اخذت من عندنا نتيجه. قدمنا شوط اول ممتاز، حتى الشوط الثاني كنا ممتازين، لكن هي هاي الخبره هنا عامل الخبره في هذه المباريات. انا بالنسبه لي كايمن حسين افتخر واتشرف انه امثل وانا اخواني واصدقاء اللاعبين نمثل الشعب العراقي في هذا المحفل الدولي بعد 40 سنه. نقول ننسى هاي الخساره رغم الاداء الجيد، يعني عكس الاداء عكس النتيجه. عندنا مباراة أمام المنتخب الفرنسي، أكيد مباراة صعبة، إحنا مجموعتنا من أصحاب المجاميع، لكن أكيد تشوف هسه الروح والقتال إن شاء الله اللي يكون في المباريات إن شاء الله أكيد راح يعكس النتيجة إن شاء الله. نتكلم عن الهدف مهم جدا، خصوصا انه بعد اول مباراه لك كاس العالم سجلت هذا الهدف، وبعد 40 سنه يلا قدرنا نسجل هدف بعد هدف الراحل احمد راشد. واحنا بعد 40 سنه يلا صعدنا، فاكيد يعني الحمد لله والشكر قدرت اسجل اكيد لكن تعرف تسجل وما تفوز يعني صح. هدف بعد 40 سنه والعراق صعد بعد 40 سنه، لكن عندما المهاجم ما يسجل اذا ما يفوز الفريق فما راح يكون له طعم. لكن الحمد لله والشكر قدمنا مباراه جيده. الروح والضغط العالي والتكاتف، لكن قلت لك الجزئيات البسيطه هنا تبين الفرق الكبيره. ايمن سالت اكثر من لاعب من النرويج، قلت لهم يعني اكثر لاعب كان مؤثر بالمنتخب العراقي قالوا سترايكر نمبر 18 اللي هو ايمن حسين. اكيد هاي الاشاده راح تكون بالمستقبل مفيده لك، خصوصا امام منتخب مثل فرنسا. الحمد لله والشكر، يعني هذا اكيد احنا نعمل ونجتهد اكيد انه تمثل بلدك وتقاتل، والباقي التوفيق من رب العالمين. انت واخوانك واصدقائك اللاعبين الاداء هذا اكيد، يعني انت الروح اللي عندك انه تمثل بالعراق بهيك محفل دولي اكيد راح تعطي كل ما عندك، فاكيد راح الناس هي اللي تقيم، والحمد لله والشكر. الناس اللي قيمت حتى يمكن اعتقد المدرب لا المدرب هم تحدث معي، يعني ما احكي انجليزي صح السلام، يعني تكلم بعض النقاط، قال انا غيرت الاسلوب مالتي منشف يعني على مودك، لكن بالاول والاخير قلت لك اذا ما كانت النتيجه فوز فماكو شيء مهم. يعني ننسى هاي المباراه ونطلع على المباراه فرنسا. احنا فريق نؤمن لاعبين، نؤمن بانفسنا، نؤمن واحد يؤمن بالاخر، عائله وحده، ونبقى متكاتفين ان شاء الله رغم هاي الخساره، وان شاء الله تحقيق نتيجه ايجابيه رغم صعوبه المباراه.